محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. إذاعة الجمهورية اليمنية من إب تقدم أصحابي كالنجوم. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب. هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. برنامج يومي يعده ويقدمه لكم خالد ناجي الفقيه. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي أصحابي كالنجوم. وما زالت رحلتنا مستمرة مع الإمام علي رضي الله عنه، فأهلا وسهلا بالجميع. ولم تكن المكانة لعلي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم غريبة، فإن السبب منزلته عند الله عز وجل. فعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني بحب 4 وأخبرني أنه يحبهم. قيل: يا رسول الله سمهم لنا. قال صلى الله عليه وسلم: علي منهم، يقول ذلك 3، وأبو ذر والمقداد وسلمان. أمرني بحبهم وأخبرني أنه يحبهم. ومن هنا صار علي حبيب الله وحبيب رسول الله. لذا فقد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين نفسه وعلي. فيروي سعيد بن المسيب أن رسول الله آخى بين أصحابه، فبقي رسول الله وأبو بكر وعمر وعلي، فآخى بين أبي بكر وعمر وقال لعلي: أنت أخي وأنا أخوك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حدثنا ثقة عن علي بفتيا لا نعدوها. أخرج ابن عساكر عن ابن عباس أيضا قوله: ما نزل في أحد من كتاب الله تعالى ما نزل في علي. وعن أبي ذر قال: ما كنا نعرف المنافقين إلا بتكذيبهم الله ورسوله والتخلف عن الصلوات والبغض لعلي بن أبي طالب. وسئل الحسن البصري عن علي بن أبي طالب فقال: كان علي والله سهما صائبا من مرام الله على عدوه، ورباني هذه الأمة، وذا فضلها، وذا سابقتها، وذا قرابتها من رسول الله. لم يكن بالنومة أي الخامل عن أمر الله، ولا بالملومة في دين الله، ولا بالسروقة لمال الله. وقال سعيد بن المسيب رحمة الله عليه: ما كان أحد بعد رسول الله أعلم من علي بن أبي طالب. وقال مسروق: انتهى علم أصحاب النبي إلى هؤلاء النفر: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبي الدرداء، وأبي موسى الأشعري،
وقال عبد الله بن عياش: كان لعلي ما شئت من ضرس قاطع في العلم، وكان له البسطة في العشيرة، والقدم في الإسلام، والعهد برسول الله، والفقه في السنة، والنجدة في الحرب، والجود في المال. وقد جاء في صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب أنه قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. وقال قيس بن عباد: وفيهم أنزلت، قال الله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. صدق الله العظيم. قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر، حمزة وعلي وعبيدة، أو أبو عبيدة بن الحارث، وشيبة بن ربيعة، وعتبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة. أحبتنا المستمعين الكرام، كان علي يريد الزواج من السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ضيق ذات اليد منعه أن يخطبها ويتزوجها، حتى خطبت السيدة فاطمة إلى رسول الله. هنا نترك المجال لعلي بن أبي طالب ليروي بنفسه قائلا: خطبت فاطمة إلى رسول الله، فقالت مولاة لي: هل علمت أن فاطمة قد خطبت إلى رسول الله؟ قلت: لا. قالت: فقد خطبت، فما يمنعك أن تأتي رسول الله فيزوجك؟ فقلت: وهل عندي شيء أتزوج به؟ فقالت: إنك إن جئت رسول الله زوجك. قال: فوالله ما زالت ترجيني حتى دخلت على رسول الله. انتهى كلام الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ودخل الإمام علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخطب فاطمة، فقعد بين يديه، لكنه لم يستطع الكلام لهيبته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك؟ ألك حاجة؟ فسكت الإمام علي. فقال عليه الصلاة والسلام: لعلك جئت تخطب فاطمة. فقال الإمام علي: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: وهل عندك من شيء تستحلها به؟ فقال الإمام: لا والله يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعلت بالدرع التي معك؟ فقال الإمام علي: هي عندي يا رسول الله والذي نفس علي بيده، لكنها حطيمة لا يساوي ثمنها 400 درهم. فقال صلى الله عليه وسلم: قد زوجتك فابعث بها. أما عن أثاث العرس أحبتنا، فقد كان يليق بزوجين من آل بيت النبوة لا تعرف الدنيا لقلبهما طريقا. فعن علي قال: جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميلة، والخميلة هي قطيفة بيضاء من الصوف، ووسادة آدم حشوها ليف. وفي ليلة العرس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: لا تحدثن شيئا حتى تلقاني. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ منه، ثم أفرغه على علي وقال: اللهم بارك فيهما، وبارك عليهما، وبارك لهما في نسلهما. مستمعين الكرام، كان الإمام علي ينطق بالحكمة، حكيما موجزا، يهتدي إلى الصواب إن تشعبت الطرق بغيره من الناس، ويفهم الأمور على وجهها ويضعها في نصابها. فقد استشار عمر الناس فسألهم: عن أي يوم نكتب؟ فقال علي: من يوم أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك أرض الشرك. وقد كان ذلك الاختيار إلهاما من الله، لأن الهجرة من أعظم المناسبات الإسلامية، فهي حد فاصل بين العهدين المكي بكل ما حوى من تعذيب وإيذاء واستضعاف، والعهد المدني الذي يصور الحرية والتمكين والوضع الجديد الذي يعيشه المسلمون آمنين. فهو تاريخ يستحق أن يسجل كبداية عصر جديد. كما تألقت الحكمة في شكل كلمات على لسان الإمام علي أمير المؤمنين، فمن ذلك قوله: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب،
وغدا حساب ولا عمل. وقد ترك لنا أمير المؤمنين جملة نافعة من كلامه في الزهد والرقائق مما يستحسن الوقوف عندها لأخذ العبرة واستلهام العظة. فيروي مهاجر العامري أن عليا قال: إنما أخشى عليكم اثنتين: طول الأمل واتباع الهوى، فإن طول الأمل ينسي الآخرة، وإن اتباع الهوى يصد عن الحق. ويروي ربيعة بن ناجذ أنه سمع عليا يقول: كونوا في الناس كالنحلة في طيرانها، ليس من الطير شيء إلا وهو يتضعفها، ولو يعلم الطير ما في أجوافها من البركة لم يفعلوا ذلك بها. خالطوا الناس بألسنتكم وأجسادكم، وزايلوهم بأعمالكم وقلوبكم، فإن للمرء ما كسب، وهو يوم القيامة مع من أحب. ويحدد الإمام علي معالم الخير التي ينبغي لكل مسلم الوصول إليها والحرص على الاتصاف بها، فيقول: احفظوا عني 5: لا يرجو عبد إلا ربه، ولا يخاف إلا ذنبه، ولا يستحي جاهل أن يتعلم، ولا يستحي عالم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول: الله أعلم. واعلموا أن منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد، فإن ذهب الرأس ذهب الجسد، وإذا ذهب الصبر ذهب الإيمان. أحبتنا المستمعين الكرام، ما زال الحديث متواصلا عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، نستكمله في الحلقة المقبلة. نستودعكم الله. قدمنا لكم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أصحابي كالنجوم. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا، واعرف عظيم منازل الأصحاب. هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد، وبذاك قد خصوا من الوهاب. برنامج يومي يعده ويقدمه لكم خالد ناجي الفقيه.